يوم 25 مايو 2003 وقت الغروب في مطار كواترو دي فيفرييرو في لواندا عاصمة أنجولا، طلعت طيارة بوينج 727 رقمها N844AA من غير تصريح من السلطات. ما كانش مخطط لها تطلع. البرج حاول يتصل بالطيارة ومحدش بيرد. الطيارة طلعت والأنوار بتاعتها مطفية، ترانسبوندر مطفي، محدش سمع عنها ولا عن الاتنين اللي فيها تاني لغاية دلوقتي. عايزين تعرفوا ايه القصة؟ ازاي طيارة بالحجم ده تختفي؟ تعالوا نشوف مع بعض، بس طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة. بصوا بقى يا شباب، في يناير 2002 الطيارة اللي احنا بنتكلم عليها دي اتباعت لشركة اسمها ايروسبيس سيلز اند ليزنج كومباني انك في فلوريدا. اساسا الطيارة قبل كده كانت بتاعت امريكان ايرلاينز. بعد امريكان ايرلاينز ما قررت ان هي تحيلها للتقاعد، يعني تقعدها من الخدمة، الشركة دي اشترتها. عموما امريكان ايرلاينز مشهورين بان الصيانه بتاعتهم بتتعمل كويس، فالطياره لما اتباعت كانت حالتها كويسه جدا. المهم انه ظهر هنا مستثمر من جنوب افريقيا اسمه كيث ايروين. في الوقت ده كان عنده 57 سنه، وكان دخل شريك مع شركه اسمها كارجو اير ترانسبورت سيستم، شركه في جنوب افريقيا، شركه تخصصها نقل الجو. كانوا لسه واخدين عقد نقل وقود لمنجم الماس في انجولا. هتسال بقى تقول طب اشمعنى بينقلوه بالطيارات؟ يعني الموضوع ما كانش سهل كده في الوقت ده، لان انجولا في الوقت ده كان فيها حرب اهليه، نقل البضائع بالعربيات كان خطر جدا، والطيارات برضو كان خطر، بس فرص وصوله كانت اكتر بكتير من العربيات. المهم الراجل حضر 450 الف دولار عشان يجيب طياره واطقم طيران من امريكا. اساسا هو راح فلوريدا عشان يأجر طياره. المهم ان هو كان عايز يأجر الطياره اللي احنا بنتكلم عليها دي، كان عايز يأجر طياره 727 لمده سنه ويأجر طقمين طيران نفس المده. الراجل دفع 140 الف دولار عشان يعمل كده، بس ال 140 الف راحوا عليه وما توفقش في قصه الايجار. المهم ان الاطقم اللي اجرها كانوا لسه موجودين. بعد كده قابل الشركه اللي هي بتاعت ايروسبيس سيلز اند ليزنج كومباني انك. الراجل كان اسمه مايرو جوزيف، كان عنده ثلاث طيارات 727 مركونين. الراجل خلاه يبص عليهم، اختار واحده منهم، واقنع ايروين الراجل بتاع جنوب افريقيا ان هو يشتري طياره بدل ما ياجرها. اتفقوا على ثمنها ان هو هيبقى مليون دولار. جوزيف وافق ان هو يشيل الكراسي بتاعه الطياره عشان يحطوا مكانها 10 تنكات، يحطوا مكانهم ديزل، يحطوا فيهم ديزل اللي هو الوقود اللي ينقلوا المناجم بتاعه انجولا اللي كان ايروين اشتراهم قبل كده، اللي هي التنكات يعني اشتراها قبل كده، حطها في الطياره مكان الكراسي. ايروين دفع لجوزيف دوت 120 الف دولار مقدم على اساس ان هو هيدفع الباقي في 30 يوم، وسمح له بانه ياخد الطياره ويروح انجولا. بس جوزيف اللي هو صاحب الطياره الاصلي، اللي هو صاحب ايروسبيس سيلز اند ليزنج، بعت معاه واحد من موظفينه اسمه مايك جبران وطاقمين الطيارين. نسيت اقول لكم ان طقم 727 هو ثلاثه، اثنين طيارين يعني طيار ومساعد ومهندس طيران بيبقى قاعد ورا في الجنب كده. خدوا الطياره من ميامي فلوريدا يوم 28 2 2002، لان هم ما وصلوش انجولا لحد 14 مارس، كانوا قاعدين في جنوب افريقيا لحد ما خلصوا تصريح الهبوط والكلام ده كله. واضح ان الدول في افريقيا بتاخد وقت في الحاجات دي. الوقت ده كانوا في جنوب افريقيا. المهم ان ايروين كان صرف لغايه دلوقتي 185 الف دولار اللي هم اللي كانوا فاضلين من الصفقه، الفلوس اللي كانت معاه. الطيارين اللي جم معاه كانوا اشتغلوا في افريقيا قبل كده، بس الحاله اللي كانوا فيها كانت اسوأ بكتير من الشقه اللي اجروها لهم. كان مفيش فيها كهرباء، مفيش فيها ميه شرب، وجنبها مجاري مفتوحه. ده غير ان الشركه اللي اجرت الطياره من ايروين اخذت جواز سفرهم منهم اول ما وصلوا، ما رضوش يدوها لهم، اللي هي الشركه اللي هتنقل لهم الوقود. دخلهم الا لما السفاره الامريكيه اتدخلت في الموضوع. اتنين من الطقم رجعوا امريكا في ساعتها اول ما خدوا جوازاتهم. التانيين قعدوا على الامل ان هم يقبضوا مرتبهم بعد المشاكل ما تتحل ويقدروا ان هم يبداوا شغل. المهم ان ايروين مش بس خسر اتنين من الاطقم، ده كمان خسر شريكه اللي هو كارجو اير ترانسبورت سيستم. فاكرينه؟ اللي هي الشركه بتاعت جنوب افريقيا اللي كانت واخده باسبورات الناس وكانت متفقه على نقل الوقود. المهم ان هو كان لازم يلاقي حد تاني، لا. والمهم ان هو بقى بيوضع العقود لشركه تانية غير الاولانيه. المهم ان هم بداوا شغل فعلا في ابريل 2002. واحد من الطيران، راجل كان قبل كده في القوات الجويه الامريكيه وبيطير بقاله 30 سنه، قال لاحد الصحفيين في انترفيو يعني ان الطيران في شركه ايروين من اخطر عمليات الطيران، ان هم كانوا بيقرروا ينزلوا ازاي على حسب ازاي هيتفادوا النيران الارضيه اللي حوالين المنجم. الرمليه اللي كانوا بينزلوا عليه مش مرصوف، وان هم شافوا طيارات تانية كتير بتاعه المنافسين بتوعهم اتكسرت عليه. نفس الطيار ده اخترع حكايه عن ان والدته عيانه ورجع امريكا وما رجعش انجولا تاني. المهم ان ايروين لقى طقم طيارين من انجولا وفضل شغال. عبال مايو 2002 كانت ابتدت الشركه بتاعته تقع. كان شاكك ان حد ماشي وراه وعايز يقتله، وهو بيحط كرسي ورا باب الاوتيل، ورا باب الغرفه في الاوتيل اللي هو قاعد فيه. في ليله سمع حد بيحاول يفتح الباب، ما عرفش من الكرسي اللي هو كان حاطه وخاف. المهم لما ايروين صرخ راجل جري. في التحقيقات بعد كده موظفين الفندق قالوا ان هم خدوا رشوه عشان يدوا نسخه كارت المفاتيح بتاعه اوضه ايروين للراجل اللي دخل ده.
المهم ان ايروين ساب البلد تاني يوم وساب الطياره في انجولا. لما ايروين اشترى الطياره كانت حالتها كويسه، بس بعد 17 رحله تسليم وقود كانت ابتدت تبوظ، فقدت قيمتها كطياره من البهدله اللي اتبهدلتها، والرنويات اللي هي المتكسره اللي بتنزل فيها وقله الصيانه، الكلام ده كله. المهم ان الطياره لسه عليها رسوم المطار، رسوم الايواء والاقلاع والهبوط وكل الرسوم بتاعه المطارات. ناخد بالنا ان ايروين لسه ما دفعش باقي المليون دولار اللي هو ثمن الطياره. في الفوضى دي كلها بقى جوزيف اللي هو يعتبر صاحب الطياره الاصلي رفض مايك جبريل اللي هو بعته اصلا مع الطياره عشان قال له لو مفيش فلوس تجيب الطياره تاني. طبعا الطياره ما جاتش، الراجل اترفض. نوفمبر 2002 جوزيف راح نيجيريا، طياره 727 تانية غير اللي احنا بنتكلم عليها عشان يبيعها. جاب مع واحد اسمه بن تشارلز بادينا، مهندس طيران وميكانيكي طيران ومعاه اجازه طيران خاص. المهم نشتغل دايما في طيارات حوالين العالم وعاده في افريقيا وفي اسيا، وكان دايما بعيد عن بلدهم يعني. المهم ان هو جه مع جوزيف عشان يشرح الانظمه بتاع الطياره اللي هيشتريها في اغسطس 2003، الطياره اللي هي كان جايبها معاه. جوزيف بعت بادينا لواندا في انجولا عشان يشرح عمليات الطياره اللي هي اللي واقفه في انجولا دي، وملهاش اصحاب دلوقتي. المهم ان الطياره في حالتها الحاليه مجرد خرده. المواتير بتاعتها كانت نسبيا جديده، 927 فيها محركات برات اند ويتني جولييت تانجو 8 دلتا، ودي من المحركات المشهوره في الوقت دوت وغاليه، ممكن تتباع لوحدها وتجيب فلوس. المهم ان هو قرر يبيع المحركات لوحدها عشان يعوض الخسائر اللي معاه بتاعه شراكته مع ايرون. لقى مشتري في جوهانسبرج في جنوب افريقيا، بس محتاج ان الطياره كلها تروح له هناك عشان المحركات تتفك منها وتتباع. فدينا قدر ان هو يتفق مع شركه اير جيميناي، هي شركه طيران في انجولا، انه يصلح الطياره في الهانجر بتاعهم، واجر ميكانيكي محلي بدا يشرف على الشغل اللي مشي بالظبط زي ما هو كان مخطط. في مايو راجل اجر طاقم طيران برضه من انجولا من شركه اير جيميناي عشان يطيروا الطياره لجوهانسبرج. 25 مايو 2003 بادينا وجون موتانتو الميكانيكي اللي بادينا اجره خدوا الطياره طلعوا بره الهانجر عشان يجربوا المحركات كجزء من التشيكات اللي بتتعمل على الطياره. اليوم اللي بعده كان جوزيف مستني الطياره في جوهانسبرج، المفروض انها هتجيله عشان تفك منها المحركات. جاله اتصال غضبان قوي من اير جيميناي بيقول هو ليه الطياره طلعت قبل الميعاد اللي احنا متفقين عليه، طلعت قبلها بيوم، وليه من غير الطقم اللي احنا متفقين عليه. المهم انه قال ما عملش كده، ما طلبش من حد انه يعمل كده، وبادينا مش هيعمل كده من نفسه. فجوزيف بلغ السفاره الامريكيه في جنوب افريقيا، بلغهم ان في طياره كبيره اتسرقت، طلب مراته في فلوريدا، طلب منها تبلغ الاف بي اي. ناخد بالنا ان الكلام ده كان سنه 2003، يعني حوالي 20 شهر، اقل من سنتين بعد احداث 11 سبتمبر. كل وكالات المخابرات بقت مهتمه بالموضوع، حتى وزاره الخارجيه الامريكيه بلغت كل سفاراتها في العالم ان في طياره مسروقه. رغم ان الناشونال سكيورتي ايجنسي والسي اي اي كانوا مهتمين بالموضوع، لان الخارجيه والاف بي اي هم بس اللي فتحوا تحقيق رسمي. اتقفل التحقيق سنه 2005، يعني بعدها تقريبا بسنتين. جوزيف خضع للتحقيق مع الاف بي اي، تطوع ان هو يخضع لجهاز كشف الكذب، والعميل اللي كان هيشتري المكان معاه قال وبيقول ان الخضه اللي على وشه لما سمع الخبر وطريقه تلقيه الخبر بتقول ان هو ملوش دعوه في الموضوع. المهم ان عيله بن باديه دوت قال ان اخوه مش هيعمل كده، اللي هو الميكانيكي اللي راح يصلح الطياره، فاكرين ان اخوه مش هيعمل كده لانه رغم انه اشتغل في اماكن بعيده بس كان دايما على اتصال بعيلته. اخر ايميل بعته كان رد على ميل جاله ان امه جالها ازمه قلبيه. المهم عيله بادينا بتحاول لغايه دلوقتي تخلي الاف بي اي تفتح تحقيق تاني ويعرفوا ايه اللي حصل لقريبهم. لاحظوا ان احنا لغايه النهارده ما نعرفش لا الطياره فين ولا الاثنين اللي كانوا عليها فين. ده غير ان ميعاد خروج للطياره عشان التشيك بتاع المحركات كان معروف، فدينا كان متفق مع اير جيميناي عليه من الاول، يعني ممكن يكون حد عرفه استخبى في الطياره وقرر يستولي عليها. دي احد النظريات يعني. طبعا مفيش اي معلومات عن الميكانيكي بتاع انجولا غير الراجل الامريكاني، طبعا الناس كلها بتدور عليه. من المهم نعرف ان الرينج بتاع الطياره دي 2500 ميل بحري. لو بصيتوا على الخريطه نقدر نشوف الطياره دي راحت فين. لو عجبتكم القصة اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي ممكن اقول لكم عن حاجة تاني. استنوا الحلقة الجاية هيبقى فيها برضو قصة احسن من كده وبرضو عن 727. شكرا على المشاهدة. ما تنسونيش بقى في التعليقات وفي اللايك